صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا لسه صاحي من النوم حالا. انا دلوقتي رايح الجراج، عربية ماما محتاجة يتعمل لها الصيانة بتاعتها، فرايح اوديها لها وهنشوف هنعمل ايه برضو النهاردة. يعني انا هرجع بالمواصلات، فهنشوف المواصلات في هولندا عاملة ازاي. طيب يا جماعة، انا هنا في الجراج اهوت، سبت العربية اهي، مع السلامة. هيتصلوا بيا اول ما يخلصوها. شوفوا يا جماعة، هنا لو عايز تعرف الباص هيجي الساعة كام، بتبص الساعة كام. ويعني الساعة دلوقتي يعني اول باص هيجي الساعة 9:06. احنا عايزين نروح الستيشن بتاع هيلفرسون، وينفع برضو شوفوا يعني هنا الديجيتال بقى 7 دقايق، ينفع تدوس على الزرار ده، والمفروض انها تقول لك هو هيجي امتى بالظبط، بس مش شغالة دلوقتي. والمواعيد بقى في هولندا اهو، الوقت خلص، هتلاقوه جاي دلوقتي اهوت من هنا. طيب يا جماعة، انا نزلت دلوقتي من الباص اهو. على فكرة الباصات هنا ما بتوقفش غير في المحطات بتاعتها، يعني ما فيش حاجة اسمها على جنب يافطة او انزل او اركب او اي حاجة، لا، انت تروح تستناه في المحطة بتاعته وتنزل في المحطة بتاعته. يعني احنا دلوقتي وصلنا للستيشن، ومن هنا هناخد بقى القطر، يا دوب محطتين بس بالقطر. الساعة دلوقتي هي داخلة على 9:15، القطر جاي 9:30. احنا هننزل بسمزاوت، هنستنى بتاع ربع ساعة كده. لسه خارج من القطر اهو. طيب يا جماعة، انا راجع دلوقتي، يعني انا رحت البيت وراجع دلوقتي اجيب العربية، بس حبيت اوريكم المنظر دوت. يعني النافورة ديت على طول بتشتغل في الترعة ديت لما الجو يكون حر. درجة الحرارة دلوقتي 19، بس الجو دلوقتي يعني ابتدى يحرر، مع ان السماء لو شفتوا للسماء هتلاقوا ان الجو يعني شوية كده، وهتلاقوه نطر. انا ماشي دلوقتي في زي غابة صغننة كده اهوت، ورايح عشان اركب القطر، وبعدين بعد ما اركب القطر هركب باص، وبعد ما اركب الباص هتمشى لي شوية عشان اوصل للجراج اللي بيعمل الصيانة للعربية، يعني التوكيل، حاجة كده زي التوكيل. انا دلوقتي وصلت محطة القطر، بس شوفوا في المكان دوت ينفع تخش تقعد فيه، يعني لو حابب تقعد، لو حابب تعمل اي حاجة. دوت القطر اللي انا هركبه، فاضل عليه 7 دقايق. وحابب اوريكم هنا بيانو للي حابب يلعب بيانو من شركة ياماها. انا خارج دلوقتي اركب الباص. هنا كل حاجة بتتعمل بالتليفون، يعني التيكت بالتليفون، اللي هي التذكرة بتاعة القطر والتذكرة بتاعة الباص، كله بالتليفون. انا قررت ان انا مش هاخد الباص، انا هاخد الباص اللي بعده. هروح دلوقتي السنتروم، اوريكم السنتروم شكله عامل ازاي، اللي هو يعني وسط البلد يعني. واللي عارف هولندا مشهورة بايه يبقى عارف المكان دوت ايه. محل اسمه الريف كوفي شوب، بس دوت كوفي شوب ما بتشربش فيه قهوة، دوت محل حشيش، محل مخدرات للأسف يعني. انا دلوقتي هروح اسحب فلوس عشان اديها للجراج. سحبنا الكاشات وهنروح نجيب العربية. محل خمور، كل ديت خمور، ودوت محل حشيش، وقدامه محل حشيش تاني. وطبعا فاتنا الباص اللي احنا المفروض كنا ناخده، فاحنا هنستنى الباص التاني، هيجي كمان 10 دقايق كمان. طيب يا جماعة، قبل ما الدنيا تليل خلوني احكي لكم على اللي حصل. انا روحت ونمت وصحيت، وبعدين وانا في البيت بتاع امازون جايب لي الباكج اللي انا حكيت عنها في الفلوج اللي فات، انه اتنصب عليا. يعني انا ملتزم يعني ان انا ادفع لكم الفلوس، انتوا من المفروض تلتزموا معايا ان انتوا تسلموني الاوردر بتاعي في ميعاده. اتأخر قد ايه؟ اتأخر يعني
كتير. الاوردر دوت انا طالبه يوم 1/7، شوفوا جايين لي امتى. رفضت ان انا استلم الاوردر وهيرجعوا لي فلوسي في خلال اسبوعين، فقلت خير وبركة، يعني في خلال اسبوعين هيرجعوا لي فلوسي، وهنزل انا بقى اروح اي محل اشتري منه الحاجه بنفسي. هاخدكم معايا بقى في فلوج كده يعني جاي اوريكم محلات التكنولوجيا، واوريكم يعني محلات الكاميرات وكده، ونشتري الكاميرا اللي احنا عايزينها. عايز اقفل الفلوج دوت واقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، عشان 80% من الناس اللي بتتفرج عليا مش عامله لي سبسكرايب. يعني حرفيا السبسكرايب دوت بيبخلوا عليا بيه. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه. كان معكم سيف امبابي من قلب هولندا. سلام.